السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم بشكل مفصل عن مشروع مترو اسكندرية، وكمان هنقول المناطق اللي هيدخلها المترو مستقبلا في على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية. يعني المناطق اللي مخطط ليها ان يدخلها المترو او في دراسات ان يدخلها المترو. طبعا مترو اسكندرية مترو مشروع مهم جدا، هو بيتنفذ مكان خط سكك حديد ابو قير. وبما ان المشروع في مرحلته الاولى بيتم تنفيذه دلوقتي وباقي له فتره قريبه ان شاء الله ويتم، فاحنا بنبارك لاهالي اسكندريه على المشروع العظيم ده، لان المشروع ده كان حلم من احلام كل سكان اسكندريه وكل اللي بيترددوا على اسكندريه. طبعا اسكندريه عروس البحر المتوسط، ده يعني قبلة المصريين بالأخص، لأنها أفضل محافظة ساحلية. ولكن المشروع ليه مميزات كتيرة جدا، أهمها أنها تنقذ أو هتخفف الزحام في الإسكندرية بشكل عام. وكمان المرحلة الأولى ليها مرحلة تانية وليها مرحلة ثالثة، فالمشروع مش هيقف عند ال20 محطة دول بس، ولكن هيكمل إن شاء الله فيما بعد، خاصة إن المرحلة التانية بيتم دراستها حاليا، وبتعمل لها دراسة جدوى. طيب المشروع احنا بدأنا ورينكم المسار بتاعه، وطول ما احنا ماشيين كده هنوريلكم المسار الخاص بالمشروع، ويمكن نسب التنفيذ اللي موجودة حاليا على أرض الواقع أكتر من كده بشوية. طبعا المشروع كله 21 كيلو متر، وبيتم تنفيذ المرحلة الأولى 21 كيلو متر و7 من 10. والمرحلة الأولى بتبدأ من محطة سكك حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية. هيكون من ال 21 كيلو متر 6 كيلو ونص هتكون سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الزهرية. بعد كده هيكون علوي بطول 15 كيلو متر حتى محطة أبو قير. الجزء اللي احنا بنتكلم عليه العلوي ده هيعمل طفرة كبيرة جدا في اسكندرية، خاصة ان الجزء العلوي ده كان الاول جزء سطحي. كان القطر بيقطع هذه المناطق وفاصل المناطق عن بعضها، فاصل الناحية اللي في الشرق عن الناحية اللي في الغرب. وطبعا ده كان يعتبر عامل حاجز او عامل زي قاسم البلد نصين. فالجزء ده هيتم استرداده مرة أخرى، الناس هتشوف بعضها مرة أخرى من الناحية دي والناحية دي، هيعدوا بسهولة، مش هيبقى في تقاطعات. هيكون في كل الكوبري تحت منه هيكون الدنيا فاضية خالص، لأن الجزء أو الخط المترو بتاع اسكندرية هيبقى شبيه أو نموذج آخر من خط المترو الثالث اللي موجود في القاهرة. هيكون نفس النموذج، يمكن أحدث شوية، ولكن هيبقى نموذج متطابق تقريبا، لأن حتى القطارات بتاعته هتبقى نفس الحداثة بتاعة الخط الثالث للمترو. الخط الثالث للمترو ده بالمناسبة أحدث قطارات، وكل القطارات مكيفة والدنيا تمام. القطارات في الخط الثالث للمترو تكاد تكون يعني تقدر تمشي بدون سائق، ولكن هما بيحطوا سائق احتياطي عشان الدنيا تبقى في أقصى حاجة من الأمان، لأن الخط الثالث للمترو السائق ما بيعملش حاجة غير ان هو يفتح البيبان فقط، وبعد كده المترو بيكمل لوحده. يعني المترو ليه برنامج بيجي عند نقطة معينة يقف في المحطة ويكمل اوتوماتيك. فالمترو ده احدث حاجة موجودة هنا في مصر وبشكل عام من احدث الانظمة في العالم. طبعا خلينا نكمل لكم على مشروع مترو اسكندرية. مشروع المترو اسكندرية هيكون في 20 محطة، هيكون منهم 6 محطات سطحية و14 محطة علوية. زي ما قلت لكم 15 كيلو او اكتر من 15 كيلو هيكون علوي، وده هيبقى الجزء الاكبر من المشروع. المترو ده هينقل 60 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، يعني رايح جاي هينقل 120 ألف راكب تقريبا في الساعة. وهيكون زمن الرحلة من محطة مصر لأبو قير هيبقى 25 دقيقة فقط. الأول كانت بالقطر بتاخد أكتر من 50 دقيقة. ويكون أيضا السرعة بتاعته هتكون 100 كيلو متر، هيمشي بسرعة 90. السرعة القصوى بتاعته 100 كيلو، هيمشي هو 90 كيلو متر تقريبا زي الخط الثالث للمترو في القاهرة. كمان السرعة بتاعت القطر أصلا كانت 25 كيلو متر في الساعة. فطبعا الوقت زمن الرحلة كان بياخد 50 دقيقة أو أكتر، يعني ساعة أو أكتر في
الفترة اللي تصل منها من محطة مصر لأبو قير. كمان زمن التقاطر في المشروع ده هتكون 2.5 دقايق، وده أقل زمن تقاطر بيتم في مصر. الخط التالت المترو أقل زمن تقاطر فيه بيبقى 4 دقايق ونص، ما بيكون فيه وقت الذروة أو في مطوشة أو كده بيقللوه ل4 دقايق ونص. هما يقدروا يقللوه أقل من كده، ولكن حرصا على أمان المشروع أو أمان التقاطر بيبقى 4 دقايق ونص. المشروع ده هيكون 2 دقيقة ونص، وده يعني أحدث حاجة. طبعا أنا بقول لكم الأرقام دي. زمن التقاطر دي يعني القطر هيجي كل كام دقيقة، يعني هنقف على المحطة أكتر حاجة 2 دقيقتين ونص. ممكن يبقى أكتر من كده، دي الشركة المشغلة هي اللي بتتحكم في الموضوع ده، بس تقدر تخليه 2 دقيقتين ونص، ده على حسب كثافة الركاب. انا بقول لكم الارقام دي عشان تعرفوا المترو اللي في اسكندريه ده احدث مترو هيبقى في مصر، وكمان القطارات بتاعته بيتم التعاقد عليها دلوقتي. مشروع مترو اسكندرية هيربط مع عدد من المواصلات التانية. احنا عارفين طبعا في محطة مصر هيربط مع الخط مع خط السكة الحديد القاهرة الاسكندرية، وهيربط برضو مع عدد من المواصلات الأخرى، زي مثلا هيكون في خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية زي ما قلت في محطة مصر، وهيكون هيربط مع ترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل أيضا في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة. يعني احنا بقول لكم كده على شوية تفاصيل. محطات المترو اللي موجودة حاليا 20 محطة، هي أغلبها أو معظمها في نفس مكان محطات قطار أبو قير، ولكن المحطات المترو هتبقى أكتر من محطات أبو قير، فتم تعديل بعض المحطات. كل المحطات القديمة بتاعة القطر اتهدت هيتعمل محطات جديدة للمترو. طبعا بعض الناس ممكن يقول لي لما كان عندنا محطات وهيتعمل محطات مترو في نفس المحطات بتاعة القطر، او معظمها هيكون في نفس محطات القطر، هقول له ان محطات المترو مختلفة عن محطات القطر. محطات القطر دي لها مواصفات معينة، محطات المترو لها مواصفات معينة ومواصفات مختلفة تماما، فعشان كده دي ما ينفعش تتعامل محل دي، فبالتالي لازم يتعمل محطات مختلفة للمشروع. فعشان كده يعني برضو ده سؤال ممكن يطرح او يجي في ذهن بعض الناس، فحبيت اقوله. كمان المترو ليه زمن تقاطر معين وليه اشارات معينة مختلفة تماما عن القطار. فدي برضو بيبقى ليها خاص يعني مواصفات امان معينة ومختلفة عن القطر. اقول لكم على حاجة مهمة بقى، هي مدة زمن المترو، مدة زمن التنفيذ للمشروع أو المرحلة الأولى للمشروع. الأول نسب التنفيذ اللي قدامنا ديت على أرض الواقع أعلى من النسب دي، يعني النسب دي قديمة شوية، لكن مع خرائط جوجل هتلاقي النسب دي أحدث على أرض الواقع. طيب الجزء الثاني هو جزء التمويل. المشروع ده بيتمول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمشروع بقروض ميسرة جدا جدا جدا. يعني إيه ميسرة جدا؟ عشان برضو الناس تبقى فاهمة المشاريع اللي زي دي بتتم ازاي. المشاريع اللي زي دي بس، لكن مشاريع تانية لا. المشاريع دي بتخش في إطار الإعمار والتنمية. يعني إيه الإعمار والتنمية؟ دي مشاريع بتتكفل بيها بعض البنوك الدولية زي البنك الأوروبي، والوكالات زي الوكالة الفرنسية، وزي يعني في نماذج كتيرة جدا من بنك الاستثمار مثلا الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية هو اللي بيمول المشروع ده، وفي الوكالة الفرنسية، وفي بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وفي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. في حاجات كتيرة بتمول مثل هذه المشاريع. اللي بيمول المشروع ده هو البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وبيموله بطريقة يعني اللي هو على فترات طويلة جدا، وبهامش فايدة بسيطة جدا تكاد تكون أقل من 1/100%. وبيبقى المشروع ده مشروع تنموي، عشان كده بيمولوه بالشكل ده. ومصر بتسده على فترات يعني تكاد تصل إلى 40 سنة مثلا. بيبقى في أول 10 سنين أو 12 سنة تقريبا ما بيدفعوش أي أقساط من القرض. فالمشروع بيبقى مدعم لأبعد حاجة، فبالتالي يعتبر مصر بتنفذ مشروع
من لا شيء. يعني انت لما تشغل هذا المشروع هيجيب الايراد بتاعه فيسد الاقساط بتاعته، فتبقى انت عملت مشروع بقرض ميسر وهتسده على المدى البعيد. مدة تنفيذ المشروع ده 30 شهر من بدء التنفيذ. وطبعا احنا شايفين نسب التنفيذ او المشروع ماشي بشكل يعني دون توقف. واللي بينفذ المشروع ده شركات مصرية. اوراسكوم من ضمن الشركات او من اكبر الشركات اللي بتنفذ المشروع. طبعا الاجهزة الاشارات والسكة الحديد والقطارات اللي هتشتغل على المشروع دي مصر بتستوردها. بعض الحاجات بيتم توطينها، أنظمة الإشارات وقضبان السكة الحديد إن شاء الله بيتم توطينها في مصر. لكن الوحدات المتحركة حتى الآن بنستوردها. بنعمل مشاريع للتوطين زي مصنع سماف وغيره، ولكن لسه ما انتجناش وحدة متكاملة من القطارات المترو. في القريب العاجل ان شاء الله هيتم انتاج مثل هذه الوحدات في مصر، لان في توقيع اتفاقيات حصل من بعض الشركات العالمية زي هونداي ريتوم وغيرها بيتم في مصر. بس ده مش موضوعنا، لكن هكمل لكم الجزء المهم ايضا في الفيديو، ان احنا هنقول الاماكن اللي هيتم عمل فيها مترو في المستقبل. احنا عندنا حتى الان اول مشروع مترو في اسكندرية طبعا. ده المشروع ده هيبقى ليه مرحلة تانية وتالتة. المرحلة التانية في الدراسة، المرحلة التالتة لسه لما نخش في المرحلة التانية هيتم دراسة المرحلة التالتة. عندنا مشروع مترو بيتم دراسته حاليا هو الخط السادس للمترو. احنا دلوقتي في مصر في القاهرة الكبرى بيتم تنفيذ الخط الرابع للمترو، وده جاي من 6 اكتوبر بيربط مع القاهرة، بيعدي على الجيزة من شارع الهرم ويوصل لميدان السيدة عائشة، وبعد كده يوصل للرحاب، وبعد كده يوصل بوصلة من القطار الخفيف للعاصمة الإدارية الجديدة. عندنا أيضا مشروع بيتم دراسته وتخطيطه حاليا هو الخط السادس للمترو، وده هيجيب من الخصوص في القاهرة برضو الكبرى، هيجيب من الخصوص في القليوبية ويعدي على وسط البلد والغمرة ويروح لحد المعادي الجديدة. وده هيكون خط موازي للخط الأول للمترو، ومعمول عشان يخفف الضغط على الخط الأول من المترو ويوصل لأماكن أكتر في القاهرة الكبرى. والخط ده هيربط مع عدد كبير من الخطوط اللي موجودة في مترو. طبعا الخط الأول للمترو احنا عارفين بيبدأ من حلوان وبينتهي في المرج الجديدة. هيتم مد هذا الخط إلى شبين القناطر في القليوبية، وهيكون بديل لخط سكك حديد 26 يوليو، وده بيتم دراسته حاليا وخلاص هيبدأوا تنفيذ قريبا إن شاء الله. عندنا كان في وصلة المفروض تتمد من في الخط الثاني للمترو من اليوب من محطة شبرا يروح اليوب، ودي المرحلة دي تم تأجيلها ويكاد يكون هتتلغي لأنها مرتبطة بتعديلات في السكة الحديد، ان الخط ده ماشي بموازاة خط سكك حديد مصر اسكندرية، ومعنى ان هو يمشي ان هو هيتم تبديله بخط السكة الحديد، ولكن ده تم ارجاؤه او تأجيله واحتمال كبير يلغوه اللي هو من شبرا لأليوب. طيب في مترو بيتم دراسته ايضا. احنا قلنا كده خط اول وتاني وتالت والرابع والخامس اتلغى. الخامس اتلغى ليه؟ اتعمل مكانه اللي هو الاتوبيس الترددي اللي هيمشي على الطريق الدائري ويتم تنفيذه حاليا، وتم تنفيذ المرحله الاولى بتاعته من عند محطه عدلي منصور في السلام على الطريق الدائري، وبيصل الى محطه تقاطع الطريق الدائري مع طريق مصر اسكندريه الزراعي عند نزله اليوب، وده هيشتغل قريبا ان شاء الله. عندنا ده بالنسبه للخط الخامس. عندنا الخط السادس قلت لكم عليه من الخصوص للمعادي. في احتمال كبير يتم دراسة إنشاء مترو في المنصورة، وده متوقف على الميزانيات الخاصة بالدولة، وده فكرة تم طرحها وإن شاء الله هتكمل. عندنا في جزء مهم أيضا هيتم وصول الخط الثالث للمترو للمطار، وحاليا بيتم دراسته عشان يتم تمويله. المترو من المطار هيبقى من عند جسر السويس ويبقى في وصلة لحد مطار القاهرة الدولي، ودي هتبقى
وصلة مهمة جدا جدا. ايضا في دراسة عشان يتم مد الخط الرابع للمترو اللي هو بيتم تنفيذه حاليا في شارع الهرم عشان يصل لميدان الواحات او صينية الواحات، وبعد كده يروح عند الحصري، ودي هتبقى نقلة كبيرة قوي للمشروع ده. انا بشكر حضراتكم، اتمنى تكون استفدتم بالكلام اللي قلته، وسعيد بمتابعتكم للقناة. وطبعا زي ما اتعودنا، يا ريت لو في اي اسئلة تقولها لي في التعليقات، وبرضو ما تبخلوش علينا بالمتابعة ولايك للفيديو واشتراك في القناة للناس الجديدة. وتحياتي، ما تنسوش طبعا لو في اي مشروع حابين نتكلم عليه قولوه لي في التعليقات برضو، وان شاء الله احاول اوثق لكم الفيديوهات. شكرا جزيلا.